مساء الخير على كل متابعين قناة ميكانيك الصعيد. حصل موقف في العربية دي. صاحبها نزل السوبر ماركت يجيب طلب، فركب يدور مفيش. تمام، انا قلت البطارية نامت، بطارية 100 فول 14. تمام، طب يمكن العيب من المارش. عملت قفلة للمارش، تمام التمام. طيب الراجل ده في الطريق ومش هينفع يجور العربية وما معهوش حد يجور العربية، نتصرف ازاي في موقف زي كده وكونتاك معايا فصل؟ هنعمل ايه بالظبط؟ خليك معايا ونشوف ايه الحل. سلكة المبينة دي هي اللي بتطلع معايا الشرس بتاع الكهرباء اللي هتشغل معايا العربية. خد بالك من التركية دي كويس، خلي ايدك، خلي الكاميرا معايا. هنا انا معايا سلكتين في المبينة، سلكة سالب وسلكة موجب. انا هوصل من البطارية مباشر على سلكة الموجب اللي هي دايما وابدا بتبقى راكبه فيها التلاجة دي عشان تاخد سخونة العموم بتاع الكونتاك. تمام، هاخد سلكة من هنا على البطارية مباشرة، يبقى انا كده فتحت كونتاك للعربية. تمام، على فكرة الموضوع ده ينفع لأي عربية فيها اسبراتير ابلاتين وكوندنسر، غير كده لا، عشان ما تحركش حاجة. تمام، هوصل من نقطة الدينامو هنا، اقرب لي انا الدينامو. انا كده وصلت، يعتبر فتحت كونتاك عشان انا عندي الكونتاك كده باظ. انا في موقف كده، انا فتحت كونتاك باللي انا عملته كده. انا اول ما ادور تدور معايا كده العربية دارت. بعد ما تدور العربية مش هتقدر تفصلها من الكونتاك جوه لان الكونتاك مش شغال. تفصلها ازاي؟ هفصلها بالسلكه اللي انا وصلتها في الدينامو دي كده. بطلت معايا العربيه. تمام، انا عجبتني الفكره، قلت اصورها فيديو عشان خاطر ايه انت تستفاد. لو انت وقعت في نفس الموقف ده تعرف تتصرف ازاي. يعني انت بعيد عن الميكانيكي، يعني انت هتجيب ونش هيكلفك 1000 جنيه، فالطريقه دي تغيتك من زنقه الطريق. لو حصل معاك نفس الموقف ده على الطريق او انت على الخط السريع، ركنت العربيه في كافيتيريا هتشرب شاي، تريح شويه، وجيت تدور العربيه وعملت معاك نفس الوضع ده، اعرف ان الكونتاك عندك فصل من خلال المارش. تعمل قفله للمارش كده، تعرف ان المارش سليم والبطاريه سليمه وكل حاجه سليمه، بس عندي الكونتاك كان فصل. توصل التوصيله المباشر دي، تاخد بالك انك انت ما توصلش من السلكه اللي جايه من الاسبراتير، توصل الزائد على الزائد بتاع المبينه اللي جايه من الكونتاك. لانك لو وصلت من البطاريه على السلكه اللي واصله على الاسبراتير هتشيط الاسبراتير الابلاتين والكوندنسر، هتدعك الدنيا كله يشيط. لازم تاخد بالك انك تركب سلكه من الزائد بتاع البطاريه للزائد بتاع المبينه. المباين دايما الالكتروني بيبقى الزائد بتاعها اللي واصل على الثلاجه اللي بتاخد السخونه بتاعه الكابل. يا ريت لو انت جديد في القناه ما تنساش تشترك في القناه وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد، واللايك بتاعك بيشجعني ان انا اعمل فيديوهات مفيده ليك ولكل الناس. شكرا لكل المتابعين.